الولد الهندي ده بيسافر مع العيلة بتاعته من الهند لكندا بسبب ظروف المعيشة، وأثناء ما هم مسافرين على سفينة البضائع والحيوانات بتقوم عاصفة شديدة بالليل وبتغرق السفينة اللي مسافرين عليها. فبيروح الولد عشان ينقذ أهله بس ما بيلاقيهمش، فبيركبوا هم للسفينة على مركب صغير وبتقع المركب في البحر قبل ما حد تاني يركب عليها. بتغرق السفينة وبيبقى هو الوحيد اللي ناجي منها، بس بيلاقي على المركب بتاعه نمر وحيوانات تانية، فبياكل النمر الحيوانات وبيهرب منه الولد ويتحبس معاه في المحيط لوحده على المركب الصغيرة دي. أهلا بكم جميع متابعي قناة فيلمي في فيلم جديد، واسم الفيلم معانا لايف باي. وبيبدأ فيلمنا في الهند مع ولد هندي اسمه باي، وبيكون أبوه عنده حديقة حيوانات، فبيروح باي وأخوه حديقة الحيوانات لبيت النمر. فبيجي النمر وبينادي على باي علشان يديله الأكل، بيدخل إيده جوه القفص علشان يأكله، وبيقرب النمر منه ولسه هيبتدي ياكل، بس بيجي أبوه ويلحقه على آخر لحظة ويزعج له على اللي عمله ده، وبيقول له إن النمر كده كان هياكل إيده. فبيرد عليه باي ويقول له ان النمر ما كانش هياكل ايده ولا حاجه. بتخليه امه يعتذر لابوه، بس ابوه يقرر يعلمه الدرس ويفهمه، وبيجيب معزه وبيحطها قدام قفص النمر علشان يوري باي ان النمر ده مفترس. وفعلا بيقرب النمر من المعزه وبيهجم عليها وبياكلها وبياخدها معاه جوه. فبيخاف باي وبيصدق ابوه. وبعد كده بيكبر باي وبتسوء الاحوال في الهند، فبيقرر الاب وهم بيتعشوا ان هم هيسافروا، ده لان الاحوال عماله تسوء يوم عن يوم، وان الحكومه مش هتقدر توفر ظروف المعيشه للحيوانات، فهياخدهم يبيعهم هناك ويبتدوا يعيشوا في كندا. وبيروح باي لحبيبته علشان يودعها ويقول لها انهم هيمشوا من الهند وانه مش هيقدر ينساها ابدا وهيفضل فاكرها. بعد كده بيسافر باي في السفينه مع عيلته وبيكون زعلان عشان ساب الهند، فبتيجي امه وبتقول له انهم رايحين لمكان احسن. بعد كده بيتعشوا وبيروح باي يبص على الحيوانات بتاعتهم عشان يطمن عليهم، وبعدين بيروح اوضته ينام. يخرج باي في نصف الليل وبيسمع صوت بره وبيطلع علشان يشوف، بيلاقي ان الدنيا بتعصف وبتكون عاصفة شديدة والبحر هايج على آخر. فبيفرح باي بالمنظر ده ويقعد يلعب، بس بيسمع صوت إنذار وبتكون الأمواج بتخبط في السفينة من كل حتة والمية في كل مكان. أوبا، شكل السفينة كده بتغرق. فبيروح باي علشان يدور على أهله بس ما بيلاقيهمش، وبيطلع بره. فبياخدوهم للسفينة وبيركبوه مركب الإنقاذ، بس فجأة بيوقع على المركب حمار وحشي وبيوقع المركب في البحر قبل ما حد بيركب تاني عليه. تاخد الأمواج المركب وتبعد عن السفينة. بيحاول باي يمسك فيها علشان ما يقع، تغرق السفينة الكبيرة في البحر، وبكده بيكون هو الناجي الوحيد منها. بيشوف باي من بعيد أحد بيعوم في البحر، فبينادي عليه وبيرميله عوامة علشان ينقذه، وبيسحب بيها. بيطلع النمر من اللي كان معهم في السفينة، بيخاف منه باي، بيحاول يضربه يبعدوا عن المركب، بس بتيجي موجة عالية وبيطلع النمر على المركب خلاص. فبيخاف من النمر وبيطلع يجري ونط في البحر ويلاقي الموجة عالية عليه، فبيحاول بس يلاقي أسماك القرش حواليه في كل مكان، وبيحاول يبعد عنهم بس ما بيعرفش يعوم. وبيطلع تاني على المركب وبيخاف، وبيروح يستخبى على الشراع بتاعه ويفضل ينادي على أمه ويعيط. وبيجي الصبح ولسه زي ما هو متعلق على الشراع، فبيروح على المركب وبيلاقي فيها مية زيادة، فبيشيلها وبيرميها في البحر. وفجأة بيطلع له ضبع مستخبي في المركب، بيخاف منه باي وبيمسك خشبة بيحاول يبعده عنه لغاية ما بيخاف ويرجع تاني على أول المركب. وبيبص من بعيد بيلاقي جرد عايم على المية وشايلاه الموجة وجاي عليه، فبيفرح باي بيفضل ينادي عليه. وبيجي الجرد وبيكون قاعد على كام زباطة موز، هم دول اللي شايلينه، فبيساعدوا باي وبيطلعوا المركب، وبعدين بيطلعوا الموز من المية وبيكون باين عليه التعب والحزن. بيفضل ينادي باي على أي حد علشان يساعده، ويفضل يخبط على المركب لغاية ما بيطلع الضبع وبيحاول يهجم عليه، فبيضربه. وبيروح يهجم على الحيوانات التانية لغاية ما بياكل الحمار الوحشي وبيموته. وبتعدي شوية بيروح يدور على الحاجات اللي في المركب علشان يساعد القرد التعبان، ومن دوار البحر اللي عنده بس ما بيلاقيش غير القمصان اللي بتمنعه من الغرق، فبيعمل منها عوامة بحيث اللي هي تعوم في المية وتساعده ويروح بيتهم. وشوية بيطلع الضبع تاني وبيحاول يهجم على القرد عشان ياكله، بس بيضربوا القرد على دماغه بيوقع على الأرض. فبيفرح باي وما بتكملش فرحته للأسف. بيطلع الضبع مرة واحدة على القرد وبيعضه يموته، فبيزعل باي وبيتضايق، بيفضل يزعق لغاية ما بيطلع النمر مرة واحدة وبيهجم عليه. شكل الموضوع كبير قوي، وبيخاف باي منه وبيرمي العوامة في المية بسرعة، فبيهجم عليه النمر وبيحاول يطلع له، فبيستسلم على المركب بس ما بيعرفش يطلع النمر على المركب، فبيجروا وينط بسرعة في البحر. وبيجي تاني يوم بيطلع باي على المركب عشان يدور على أي حاجة، بيدور في الحاجات اللي على المركب، بيلاقي أكتر منه بسرعة من كتر الجوع. بيطلع له النمر تاني من المركب
وبيهجم عليه، فبيخاف منه باي، ما بيعرفش النمر يوصل له، وبيلف له بسرعة وبيروح له من الناحية التانية وبيهجم عليه، وبيلاقي باي فار طالع على جسمه، فبياخده وبيرميه على النمر وبياكله. وبينط باي بسرعة في المية وبيقعد على العوامة بتاعته. بيجي الليل ويفضل يعيط على اللي حصل له. وبيعدي عليهم الصبح وبيكون قاعد لسه في مكانه على العوامة وخايف يروح للمركب اللي لسه النمر عليها. ويفضل باي يبص على المركب وبيدعي ربنا ان ينقذه من الورطة دي. بتعدي الايام والاوقات وبيفضل باي على العوامة بتاعته وبيخترع حاجة كده يبخر بيها مية البحر عشان يعرف يشرب، ويشرب النمر معاه علشان يصطاد بيها علشان ياكل وياكل النمر معاه. ويبص النمر على البحر ويلاقي السمك حواليه في كل مكان، فبينط من المركب في البحر علشان يصطاد سمك. بيفرح باي ان النمر نط وساب له المركب. بيقرب عليه النمر عشان ينقذه. بيطلع باي على المركب بسرعة، بيحاول يبعد النمر عن المركب بأي طريقة، بس بيبص له في عينه وهو ما بيقدرش يسيبه كده. فبيجيب الخشبة دي وبيحاول يطلع النمر من المية. بيطلع فعلا النمر من المية على المركب. وبينزل باي وبيقعد على العوامة بتاعته تاني. وبيجي تاني يوم بيحاول يصطاد باي سمك، وبيصطاد سمكة كبيرة وبيفضل يضرب فيها علشان يموتها، وبياخدها يرميها للنمر علشان ياكل. وبيعدي الوقت وبيطلع باي على المركب. فجأة بيلاقي السمك بيطير عليهم من البحر في كل مكان كأنه مشهد في حلم. بيتمل المركب بالسمك وبيبتدي يضرب باي في النمر علشان يعرف ياخد منه السمكة الكبيرة، وبياخدها منه وبياكلوا هما الاتنين. وبيعدي الوقت وبيتغير شكل باي وبيفضل زي ما هو في البحر، بس بقى بيطلع على المركب كتير والنمر ما بقاش يهجم عليه زي الاول. كلهم كده بقوا اصحاب. شويه بيبتدي الهواء يزيد والموج يعلى وشكل كده في عاصفه جديده جايه عليهم. بيلم باي حاجته وبيحطها على المركب. بتزيد العاصفه من برج ورعد ومطر والموج بيعلى وبيبتدي يضرب في باي جامد، وبيفضل ماسك في المركب لدرجه ان المركب بيتملى ميه. ويفضل باي يدعي ربنا انه ينجيه من العاصفه دي، بس بتكون العاصفه شديده وبيتملى المركب ميه وشكلها كده مش هتهدي. وبيعدي الوقت والعاصفة بتخلص. بيكون باين عليهم التعب. وبيروح باي للنمر وبيطبطب عليه وبيكون زعلان على تعب النمر. بيفكره هيموت وبياخده على رجليه وبيعيط، وبيناموا الاتنين في نص البحر لوحدهم. بيعدي الوقت وبيصحى باي على ظل شجرة جاي على وشه، وبيقوم من على المركب وبيلاقي نفسه وصل لجزيرة. فبيفرح باي وبينزل عليها وبينادي للنمر، وبيبتدي ياكل من الشجرة والعشب اللي فيها. ويمشي باي في الغابة يدور على أي حاجة. وفجأة بيلاقي مكان كبير متجمع فيه أعداد كبيرة من الحيوانات. كل ما بتبص لها بتضحك، وأنا معرفش الصراحة اسمها إيه. اللي فاكره إني كنت بشوفها في كرتون زمان وأنا صغير، ما كنتش مفكر إنهم حقيقيين. المهم بيمشي باي في وسط الحيوانات المضحكة، وبيمشي في وسطهم لغاية ما بيلاقي بركة مية وبينزل يعوم فيها. بيبص بيلاقي النمر قاعد مع الحيوانات المضحكة دي. والله يا جماعة أنا كل ما ببص لهم بضحك، مش عارف هو كمان بيلعب معاهم ولا بياكلهم. المهم بيروح باي في الجزيرة علشان يدور على مكان ينام فيه، بس بيلاقي الحيوانات المضحكة دي بتطلع تجري مرة واحدة على الشجرة. حتى النمر بيطلع يجري على المركب، فما بيديش باي اهتمامه. بيحاول ينام معاهم على الشجرة. بيصحى بالليل كده بيلاقي كل حاجة منورة، البحيرة والشجر وحتى المركب بتاعهم منور. وواضح كده ان الجزيرة كلها منورة كأنه نور في حلم مش نور طبيعي. وبيجي تاني يوم بيحضر باي المركب بتاعهم من أكل ومية، وبينادي على النمر عشان يمشوا. وشكله كده خاف من الحيوانات المضحكة دي. وبيجي النمر وبيمشي باي من المركب بعيدة عن الجزيرة دي لغاية ما خلاص بيوصل لجزيرة تانية، وبينزل للشط تحت وبيسحب المركب لغاية ما بيتعب من كتر الإجهاد. وبينام. وبينزل النمر وبيبتدي يمشي جوه ناحية الشجر. وبيبص عليه باي وبيستغرب، وبعديها بيغمى عليه من كتر التعب لغاية ما بتيجي ناس من بعيد تطلع تجري عليه وبتشيله. وبيكون طيب وبيعيط وبيبص على مكان النمر اللي ماشي منه، واتضح كده انه كان بيعيط عليه وان ازاي صاحبه بيسيبه كده ويمشي. بعد كده بيجي باي وبيكون في مستشفى في المكسيك، وقاعد معاه 2 موظفين من شركة التأمين بتاعت السفينة اللي غرقت. بيستفسروا منه عن سبب الغرق، فبيحكي ليهم على القصة كلها. بيقولوا له ان مفيش موز بيعوم على المية. بيقولوا له كمان ان مفيش جزيرة والحيوانات بالاوصاف اللي حكى لهم عنها. ويستغرب باي من كلامهم. بيبص الموظفين لبعض، وبعد كده بيجي باي وهو كبير، واتضح انه كان بيحكي لصاحبه حكايته. كده تنتهي قصة فيلمنا معانا. كان معكم قناة فيلمي، واتمنى تتابعوني وتشتركوا في القناة. سلام. وما تنسوش الاشتراك ومشاهدة كل جديد.